يا صباح الخير. الحقيقة أنا كنت قررت من يومين أو ثلاثة إن أنا أشكر قناة MBC على التغطية اللي غطوها لنا في كأس العالم للأندية، والحقيقة إنها كانت تغطية عظيمة ولازم ندي الناس حقها. هم فعلا عملوا بطولة تحفة، صرفوا وعملوا استديوهات محترمة ونقل على أعلى مستوى، وده شيء عظيم. وأتمنى إن القنوات المصرية كمان يصحوا شوية من النوم اللي هم نايمينه ده، ويعرفوا ان هم في منافسه. فلازم كمان يحاول يبتكر ويخترع، ومحدش يتحجج لي بان اصل مفيش امكانيات زي الامكانيات اللي في MBC، لان انت في حاجه اسمها بنوك، وفي ايفنت زي ايفنت كاس العالم دوت. لو رحت لاي بنك وقلت له انا هنقل الحدث ده بالطريقه دي، اكيد في ناس بتفهم في البنوك ويقدر يمول لك الموضوع لحد ما يتلم الفلوس. ففي حاجات كتيره ممكن تقدر تعملها يعني. وكنت قررت ان نعمل فيديو كبير على MBC وان ازاي التغطيه، ونشكرهم طبعا لان فعلا عملوا تغطيه محترمه جدا على MBC مصر وعلى MBC مصر. ولكن لحد امبارح الصبح الساعه 6 يمكن، وانا بمر كده بعد ما خلصت الروتين الصبح، المشي والتصوير وكده، رحت بفتح التلفزيون عشان اشوف حاجه قبل ما انزل. لقيت كابتن مدحت شلبي بصوته الجميل الجهور وهو بيعلق على حدث او فعاليه. الحقيقه مش عارف ده شيء يعني صح ولا غلط. فعالية عبارة عن اتنين واقفين طول بعرض، واحد بيحط ايده ورا ظهره والتاني بيديله بالقلم. تاني بعد كده يحط ايده ورا ظهره والتاني يرد عليه بقلم، وان دي اسمها سترايكرز على ما اعتقد. فالمهم يعني انا الحقيقه، وطبعا كابتن مدحت صوته، شوف الحلاوه، شوف ماتش ما حصلش ولا الجيم ده بقى الوزن مفتوح، العجان مع المطرقه الحقيقه يا جماعه ان الموضوع لفت نظري. اولا الفعاليه دي بدات، لو هم مش عارفين يعني، في السجون الامريكيه زمان كانوا المساجين بيحاولوا يفرضوا نفوذهم، فيقفوا لبعض كده ويشوف مين فيهم الاقوى. فالموضوع الحقيقه موضوع مساجين. الشعب الامريكي شويه في حته الجنان ده، يعني بياخدوا الحاجات دي ويحاولوا يقلدوها. هل احنا بقى عندنا، هل ده التوجه للحاجات العنيفه دي، هل ده يعني من سماتنا وصفاتنا واخلاقنا وديننا؟ هل ده يعني يرضي ربنا ورسوله؟ هل يا كابتن مدحت بعد ما حضرتك وصلت ل80 سنه مش قادر تستوعب ان دوت ممكن عيل صغير او اتنين يشوفوه بالطريقه اللي انت بتحكي عنها دي، والمطرقه والعجان ويا سلام، فيحاولوا يقلدوه، فواحد يضرب التاني على وشه، فيحصل لا قدر الله حاجه احنا ما نحبهاش، واحد عينه تروح، واحد يجيله ارتجاج في المخ. هل ده يعني، هل التوجه للرياضات العنيفه دي، او مش يعني مش ما اعتبرهاش رياضه الحقيقه، لان مفيش فيها اي رياضه. اولا الاثنين ما شاء الله جسمهم قد كده، تخان جدا، ولا لهمش اي علاقه بالصحه. كل القصه ان هو بيتمرن ان دي جامده شويه. فده يعني، هل ده الموضوع مهين اولا جدا؟ ثانيا يعني برضه ما هوش يعني صحي. يعني ما حدش يقول لي مش هم السبب ودي موجوده بس هم لهم ثقافتهم، لهم اسلوبهم، لهم اخلاقهم، احنا مختلفين. وبعدين يعني اي واحد يتخيل كده يا جماعه ان ابنك وصاحبه حبوا يلعبوا اللعبه دي، واحد فيهم لا قدر الله حصل له حاجه، هتبقى مبسوط؟ يعني قلنا 100 مره يا جماعه الحاجه دي موجوده بس طريقه طرحك ليها ازاي، طريقه عرضك ليها ازاي. هتعملها حاجه حلوه ويلا والمطرقه اهو، شوف بقى مسمينه المطرقه والتاني السافل. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ يعني الحقيقه انا شايف الموضوع غلط جدا ان احنا حتى يعني نعرضه. هقول لكم ايه، يعني انا مش عارف يعني سياده المستشار، هل ده علشان بنكسب؟ يعني هل انت بتشجع الحاجات دي وبتصرف عليها وبترعاها ومحدش يقول ده زي الملاكمه؟
يعني الملاكمه رغم ان ملاكمه المحترفين برضو انا معترض عليها وشايف انها عنيفه قوي لدرجه مش الرياضه اللي تخليك تنبسط يعني، ولكن على الاقل الملاكمه انت عندك فرصه تدافع، انت عندك فرصه تغطي وشك، عندك فرصه تروح يمين تروح شمال. ده لا، ده بيحط ايده ورا ظهره ويوقف ثابت كده عشان التاني يديله يا جماعه غلط، خطر جدا. لو حتى عيلين صغيرين حبوا يعملوها خطر جدا. وطبعا انتوا عارفين بقى العيال، اصل انت مش عايز تلعب، اصل انت غبان، اصل انت خواف، وهيبداوا يعني يا جماعه المستشفيات بقى تبدا تستقبل. عرض الحاجه يا جماعه في الاعلام لازم يكون له مقاييس حتى اخلاقيه يا جماعه. وانا اسف للتشبيه المخل على راي عمرو اديب، صاحب الكباريه ما بيرقص، وصاحب الكباريه ما بيقعدش مع رجاله ولا يساير رجاله. صاحب الكباريه ما بيشربش يمكن، بل ممكن يكون بيصلي وبيحج ويطلع معاه ناس اصحابه احمد سعد واحمد السقا يحجوا. بس في الاخر هو عمل مكان وفر الترفيه اللي عايز ترفيه، عمل مكان وفر فيه الرقص اللي عايز يشوف الرقص، عمل مكان وفر فيه الغلط للي عايز الغلط. هل ده مش محاسب يا جماعه؟ زي ما الدال على الخير كفاعله، برضو الدال على الشر كفاعله. ارجو ان الساده في MBC وهيئه الترفيه يحاولوا يعني يبقوا عندهم الاعلام الرشيد اللي يتناسب مع قيم المجتمع واخلاق المجتمع ودين المجتمع. شكرا لكم. ارجو ان انتوا لو وصلتوا للحد ده من الفيديو تعملوا لنا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود ودي كلمتين من الآن. صباح الفل.